مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده كده جايبه لك شويه نصايح هتفيدكم جدا جدا. ازاي بقى تحافظي على الاجهزه الكهربائيه بتاعتك ان هي تفضل نظيفه وتقعد معاكي فتره طويله، ما يحصل لهاش اي حاجه او تبوظ منك. فحابه كده افيدك بشويه نصايح. لو عندك غساله اطباق زي كده، اي نوع بقى، اهم حاجه ان احنا ننظف الفلتر بتاع غسالة الأطباق مرة كل أسبوع. نطلع الفلتر من الغسالة، بصوا بيبقى في فلتر كده تحت، ننضفه كل أسبوع. وتحتيه بقى اللي هي الشبكة بتاعة الفلتر بنفكها وننضفها. وفي هنا مكان بتاع ملح الغسالة بنفتحه ونحط فيه اللي هو تحت المروحة ده، بنحط فيه الملح بتاع الغسالة. وبعد ما بننضف بقى الفلتر بتاعنا، بنعمل للغسالة دورة خل. دورة الخل دي بتحافظ على الغسالة، تخليها نظيفة. وده مكان الزيت بتاع الغسالة عشان نقدر نحافظ على الغسالة بتاعتنا. بنقوم حاطين شوية خل وملح ليمون جوه الغسالة. ودي الأرفف كده بتاعة الغسالة بنطلعها كل فترة كده، ننضفها ونغسلها كويس جدا جدا. وبنغسل طبعا الغسالة من بره وننضفها كويس جدا جدا. انا بديكوا كده، وده مكان المسحوق طبعا بتاع الغسالة. انا بديكوا كده شوية نصايح نستفيد منها ونحافظ على الأجهزة بتاعتنا. نيجي بعد كده للغسالة الأوتوماتيك بتاعة الهدوم. كل 15 يوم برضو بنعمل لها دورة خل. بنبتدي نطلع الفلتر ده، نفكه ونغسله كويس جدا، ونغسل مكانه وننضفه كويس جدا جدا علشان نحافظ عليه. بعد كده حلة الغسالة دي بقى معانا يوميا، كل ما نغسل بنسيب الباب متهوي بعد ما بنطلع بقى الغسيل، وبنمسح الجوان بتاع الغسالة اللي هو الجلد ده، بننضفه كده. وبنعمل لها دورة خل، بنحط فيها برضو شوية خل وملح ليمون، وبنعمل لها كده دورة سريعة فبتنضف معانا الغسالة. وبنمسك بقى الجسم الخارجي بنغسله، وبنفك بقى الدرج بتاع المسحوق وبنغسله وبننضف مكانه طبعا. فبكده الغسالة بتاعتنا او اي منتج عندنا كهربائي بنحافظ عليه من التلف او اي حاجة. وكمان عشان يطلع لنا الحاجة نظيفة، سواء عندك غسالة الاطباق او الهدوم. هنا بقى في الغسالة، بعد ما بنحط بقى في غسالة الأطباق الملح الليمون والخل، وبنطلع كمان بتاعة المعالق بنغسلها، اللي هي بتحط فيها المعالق بنغسلها. وبنمسك الجسم الداخلي للغسالة اللي هو الاستانلس ده بحتة سبونشة كده ونغسله، وبنعملها دورة سريعة كده في في الغسالة بالملح الليمون والخل، وندوس على دورة سريعة ونشغلها ونسيبها بقى لحد ما تخلص. فبكده عندنا. وبرضو غسالة الأطباق يا جماعة لازم برضو نهويها بعد ما الغسالة بتخلص، بنفتحها كده بعدها بشوية، نقوم فاتحينها بحيث ان هي ايه تتهوي معانا. وبعد كده نخرج بقى الأطباق. بالنسبة بقى للكتل يا جماعة، نمسكش بقى نقعد نصبن ونعمل، لا، بشوية ملح ليمون وشوية خل وشوية مية، والجسم الخارجي من بره كده ايه بحتة فوطة كده مندية، ونمسحه وننضفه كويس. وبكده الكتل بتاعنا هيبقى نضيف ويفضل نضيف ونحافظ عليه. لكن الكتل مش بيتغسل يا جماعة بالصابون خالص علشان ما يبص مننا، هو شوية ملح ليمون وشوية خل. نيجي بقى للديب فريزر عشان نحافظ عليه اكتر واكتر. كل فترة كده بنطلع الادراج بتاعته ننضفها، ومن ورا كده بيبقى فيه فريزرات فيها شبكة. كل فترة كده بننضف الشبكة دي علشان يشتغل ويدينا اداء كويس. فلازم ننضف الشبكة دي وننضف الارفف بتاعته كل فترة. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. انا حبيت اديكم كده شوية نصايح. بحبكم جدا. باي باي.